مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ اليوم جبت لكم حلا سهل ولذيذ جدا وطعمه يطلع رهيب. إذا تحبون الوصفات السهلة والسريعة هاي الوصفة راح تعجبكم. خلونا أول شي نشوف المقادير. أول شي نضيف لتر حليب، ونحتاج 3 ملاعق مليانة نشا حتى يثقل الخليط ويصير كريمي، وأيضا 3 ملاعق دقيق حتى يساعد على تماسك المزيج. وبعدها نضيف نصف كوب سكر حتى يعطي الحلى الطعم الحلو، ونضيف صفار البيض، ونضيف ملعقة صغيرة فانيلا. يجب خلط المكونات بحليب بارد، وبعدها نضعها على النار مع التحريك المستمر، ويبقى على النار حتى يثقل الخليط. نضع الخليط بإناء آخر، ونضيف 2 باكيت قشطة، ونخلطهم. طريقة التحضير تكون بأن نغمس البسكوت مع الحليب مع ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وبعدين نصفهم في الصينية. وبعدها نضيف طبقة من الكريمة، ونضيف طبقة ثانية من البسكوت، وبعدها نضيف الطبقة الأخيرة من الكريمة وندخلها للثلاجة حتى تتماسك. وبالنهاية نضيف صوص الشوكولاتة على الوجه، وبعد ما نضيف الصوص نرش فوقه بودرة الشوكولاتة حتى يعطي شكل جميل وطعم ألذ. وبعدها تترك الحلى في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك. وبالعافية عليكم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون تدعموني بلايك وتشتركون بالقناة وتكتبون رأيكم بالتعليقات.